يلا الاسم عليا أمارة، عضو في أكاديمية جينولوجي. نحن الأمام نقف أمام خيمة الاعتصام التي قامت بها أكاديمية جينولوجي وكونغرا ستار، لتعبر عن إرادة المرأة الحرة أمام الدولة الفاشية التركية، وأيضا أمام كل دولة تستند إلى الذهنية السلطوية الذكورية اغتيال المرأة وإرادة المرأة. هذه إرادة المرأة التي لا يمكن لها أن تنطفئ، نراها اليوم في شخص الشهيدة جيانا أميني، واستمرارا لثورة التي نهضت باسم المرأة حياة حرة. هذه الثورة التي بدأت صداها من روج آفا، وكانت الرفيقة ناجهان أكارسل هي من الرفيقات الأوائل اللواتي عملنا على تنظيم الثورة ضمن روج آفا، وكان لها أثر في حراك المرأة في روج آفا. أيضا الرفيقة ناجهان التي سعت للوصول لكل امرأة في كل مكان تم استهدافها في السليمانية، لأنها كانت تسعى لتنوير المرأة وللنهوض بالمجتمع ككل. بهذه الخيمة وهذه الوقفة الاحتجاجية إنما نعبر عن إرادة المرأة الحرة، إرادة المرأة التي لا يمكن لها أن تنكسر مهما تم اغتيال من رفيقات. بالأمس كانت زينب صاروخان، قبلها كانت سكينة جانسس، كانت رفيقة فيدان ورفيقة ليلى وغيرهن من الرفيقات الكسر اللواتي سرنا سابقا على هذا الدرب. لذلك فإننا أمام بهذه الخيمة الاعتصامية إنما نريد أن نوصل صوت كل امرأة حرة، ونعبر أيضا عن أن إرادة المرأة لا يمكن لها أن تنكسر بتلك الرصاصات التي قد تتم في جسد الرفيقة ناجهان أكارسل.